مسرح الثقافة الجماهيرية الفنان القدير عباس أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مجدي السيد مصطفى، عضو مجلس إدارة نادي المسرح وأمين الصندوق والمسؤول عن الأنشطة الثقافية والمسرحية والموسيقية بالنادي. نادي المسرح طبعا له باع قديم حديث. نادي المسرح أنشئ سنة 1934، وطبعا كان الهدف من إنشاء نادي المسرح في بورسعيد هو كان بيتبنى الشباب المسرحي في بورسعيد، ومنهم عمالقة المسرح المصري أو الفنانين القدامى زي الأستاذ محمود ياسين اللي اتكلم باستفاضة عن نادي المسرح في بورسعيد. ونادي المسرح جاء فترة من الفترات وقف فيه النشاط المسرحي تماما، وكان الاهتمام بالأنشطة الرياضية والأنشطة التربوية زي الكورسات الإنجليزي، تعليم اللغة العربية، تعليم اللغة الفرنسية وهكذا. بدأنا من 2019. كنت أنا عضو مجلس، كنت عضو في الجمعية العمومية من سنة 2000، إنما عضو مجلس إدارة من 2019. فبدأنا ننشط المسرح، وبدأنا ننشط الأنشطة الموسيقية، وبدأنا نستهدف جمهور لنادي المسرح، جمهور جديد اللي هم طلبة الجامعات. وطلبة الجامعات قاصدين بيهم إن هم يجوا هنا في النادي بيعملوا ورش مسرحية، لأن هم بيقوموا بعض العروض في الجامعة، وفي بعض العروض المرتبطة بالأنشطة الثقافية. وتبنينا أن يكون نادي المسرح أحيانا بيكون التدريبات أو الورش دي بدون مقابل، وأحيانا بمقابل رمزي عشان تشجيع الشباب. طبعا احنا عندنا مجموعة كبيرة من الرواد لنادي المسرح في النشاط الرياضي، خصوصا البلياردو وتنس الطاولة. إنما احنا في الآونة الأخيرة بدأنا نستهدف طلبة الجامعات زي كلية تجارة، كلية آداب، كلية تربية، بحيث إنه يبقى نادي المسرح بالنسبة لهم وجهة ثقافية تنويرية في بورسعيد. كمان من خلال نادي المسرح أنا تعرفت على مجموعة من الأدباء والشعراء اختصرت لي من حياتي حوالي 15 سنة من خلال ملتقى عباس أحمد للإبداع، وده كان فكرة إعراب المسرح المصري الأستاذ صلاح الدمرداش ومجموعة من المثقفين والأدباء. كان فكرة الملتقى أن يكون وفاء لأستاذ من أساتذة المسرح المصري وهو الأستاذ عباس أحمد. وطبعا الملتقى ده له مجموعة متجانسة بنسميها الهيئة العليا للملتقى، هي مجموعة أدباء وشعراء ومحاسبين. هم ضموا المحاسبين لأن كان الملتقى الأول اسمه ملتقى عباس أحمد المسرحي،
وبعد كده تحول إلى ملتقى عباس أحمد للإبداع، بحيث إن هو يبقى يشمل كل المبدعين والمفكرين في بورسعيد. كمان من خلال نادي المسرح أنا تعرفت على جريدة بيرأسها الأستاذ أشرف الرئيس، اسمها جريدة الشراع، وبدأت أكتب من شهر 9 2024 يوميات باسم يوميات محاسب قانوني، بصفتي أنا في الأصل محاسب قانوني وخبير ضرائب. واليوميات دي الحمد لله هي عبارة عن باراجراف يومي بينزل على الجريدة، بتمس حاجات اجتماعية كلها ومشاكل بورسعيد، وفي نفس الوقت الحمد لله لقت قبول عند كثير من أصدقائي اللي أنا بأكننهم بكل احترام. وبدأت اليومية دي واخدة نهج إن أنا لو طرحت مشكلة أوجد لها حل، وفي نفس الوقت لو أنا اتكلمت عن حاجة سلبية وتعدلت أقول الإيجابي إيه اللي حصل، عشان الناس تحترمنا في تعاملاتنا، لأن زي ما بننقد يبقى نقول اللي اتعمل إيه الصح أو المشكلة اتحلت إزاي. نادي المسرح له شراكات كتيرة مع أماكن هنا في بورسعيد. أولا شراكة بروتوكول مع ملتقى عباس أحمد للإبداع، وده بيبقى لقاء شهري بينعقد لتكريم أحد رواد المسرح أو الموسيقى أو الإبداع في بورسعيد. وعلى فكرة الملتقى ده هدفه كله إن احنا نتجمع ونسلم على بعض، كلنا بنتقابل كل شهر مرة على الأقل. كمان لنا شراكة مع جمعية خيرية، ودي جمعية نبض الجيل الخيرية، واللي أشرف إن أنا نائب رئيس مجلس إدارتها. والجزء الخيري ده لأن نادي المسرح هو جزء رياضي مسرحي موسيقي، إنما الأنشطة الخدمية اللي هي بتمس الأسر رقيقي الحال دي كان عن طريق جمعية، عاملين بروتوكول مع جمعية نبض الجيل الخيرية اللي بتمارس عملها من خلال نادي المسرح، سواء موائد رحمن في شهر رمضان الكريم، سواء توزيع مواد غذائية طوال السنة، سواء مساعدات مالية وتجهيز عرايس برضو خلال العام. طبعا كل ده احنا بنشتغله بدعم من مجلس إدارة نادي المسرح اللي بيوفر لنا الأماكن اللي بنمارس منها هذه الأنشطة. نحب نضيف جزئية مهمة جدا، إن احنا من 2019 ابتدينا في مجموعة أنشطة ثقافية وأدبية في نادي المسرح، وكان منها عملنا صالون ثقافي للواء عمرو بركات اللي استضاف مجموعة من الأدباء والشعراء. وبعد كده نادي المسرح عملنا حاجة اسمها دشنا من 2019 صالون الخميس بنادي المسرح تحت رعاية مجدي مصطفى. وصالون الخميس بنادي المسرح ده كان بيستضيف مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد بورسعيد هنا، وعملنا لهم سلسلة من المحاضرات الأدبية والثقافية كانت ممتعة جدا. وعلى سبيل الحصر من الشخصيات اللي شرفتنا في هذا الملتقى كان الأستاذ الروائي الكبير الأستاذ سعيد صالح، وكان الأستاذ أسامة المصري الناقد الأدبي المعروف في بورسعيد، وده احنا بنعتبره الأستاذ أسامة المصري الفنان الشامل في بورسعيد، لأن أستاذ أسامة لما بيتكلم ما تعرفش توقفه إلا إذا أنت كنت محدد له إطار يمشي فيه. لو عنده استعداد يتكلم 3 أيام موسوعة أدبية يعني على درجة كبيرة من العلم والرقي. وكان طبعا بنستضيف الأستاذ محمد خضير هنا ناقش كذا كتاب مع
الأستاذ حسن خلف. ودي كان الأستاذ حسن خلف احنا عملنا له 3-4 محاضرات توقيع على كتب خاصة به، وكان بيناقشها معاه الأستاذ أسامة المصري أحيانا أو الأستاذ محمد خضير. كمان استضفنا الأستاذ رضا الوكيل اللي اتكلمنا عن السيناريو والحوار، وده سيناريست معروف في بورسعيد. دي كانت مجموعة ندوات أدبية وثقافية، وإن شاء الله مستمرين فيها لأن احنا جهزنا نادي المسرح ببعض التجهيزات الجديدة اللي هتمكننا إن احنا نحافظ على الصالون ده كل خميس، إن احنا نستضيف شخصية معروفة في بورسعيد. واللي أتمناه إن يكون في استضافة لمجموعات شبابية، ما نكونش بقى مجموعات العواجيز اللي احنا تعودنا نقعد او نشوف نفس الوجوه اللي بتتحرك في كل الاماكن الادبيه والثقافيه. لا، احنا بنستهدف ان شاء الله فئه الشباب. وده انا كنت لسه بتكلم مع الاستاذ الدكتور احمد يوسف عزت، استاذ النقد الادبي في كليه اداب جامعه بورسعيد، ان خلي نادي المسرح بالنسبه لك يا دكتور معمل. انا عايز زيارات من كليه تجاره وكليه اداب وكليه تربيه لنادي المسرح، عشان الولاد يتعرفوا على نادي المسرح ويتعرفوا على الندوات الثقافيه والادبيه. وليكن ده مشروع من مشاريع الابحاث اللي تقدمها الطلبه للدكتور احمد يوسف عزت، وان شاء الله هيساعدنا. اشكركم جميعا. وانا بوجه الشكر طبعا لمجلس اداره نادي المسرح، ممثلا في حاليا اللي هو احمد بلاش، ده رئيس مجلس الاداره. وفي نفس الوقت بوجه الشكر لملتقى عباس احمد للابداع بكل خاماته الادبيه والثقافيه اللي بتحضره. كمان ان شاء الله في المرحله الجايه هيكون في بروتوكولات لتعليم تنميه مهارات كل اللغات، ومنها اساسي اللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه واللغه الانجليزيه. وهيبقى نادي المسرح مناره الشعب في بورسعيد كعهده من سنه 1934. بشكركم جميعا واتمنى لكم كل خير.